دكانة الحاج محمد موضوع شبه كبير شوية، إن شاء الله في تفاصيل كتير هتفيد كل الناس. هو مقصود بيه دايمًا العظة بتيجي من الأخطاء والعيوب، مش بتيجي من النجاحات. ويعني إن أنا أحكي لك على أنت إزاي تنتصر وإزاي تنجح وإزاي تعمل فلوس أنا آخر واحد هاعمل معاك كده. ليه؟ لإن أنا مؤمن إن كل واحد ليه رزقه. لكن أنا كنت أول كتاب قريته في حياتي كان اسمه عُذرًا أعطيني عمرك أو أرجوك أعطيني عمرك، كان بيحكي عن الخبرات وعن التجارب وإزاي. فأنا باقول إن نموذج الحاج محمد مليان خبرات. علم الbusiness administration اللي إحنا كلنا درسناه أو خدنا ماجستير فيه أو أيًا كان، هو جاي من الواقع، جاي من السوق، جاي من الشارع. فإحنا بنحاول نقول للناس يا جماعة الbusiness ده في الآخر هو خارج من عالم أفكار مؤسسينه، صحابه اللي بنوا الشركة دي. فأنا باحاول أقول لك لو كنت عندك 30 سنة، 20 سنة، 40 سنة، 60 سنة، إن إزاي تبني الbusiness بتاعك أو تحميه لو فيروسات عالم أفكار نموذج الحاج محمد رجله في الشركة بتاعك. فالفترة الجاية إن شاء الله إحنا هنحاول مع بعض إن إحنا ندّي نماذج كتير وندّي حلول وندّي مقترحات. وأنا عايز أقول حاجة دايمًا، أنا ممكن ما أقولكش الحل، بس أنت سامع إن المشكلة اللي أنا باقولها بديهيات يعني هو ده عكسها. فأنت مثلًا على سبيل المثال لو أنا باتكلم عن الحسابات وباقول هو ما عندوش حسابات، يبقى أكيد هتعمل حسابات، صح والّا لأ؟ هو مثلًا ما عندوش ماركتينج، يبقى أكيد هتعمل ماركتينج. هو مثلًا مُعتمد كل الشغل عليه هو، يبقى أكيد أنا باقول لك ابني هيكل إداري ورتّب الناس وجيب ناس تشتغل تحتيك وادّيهم تفويض حتى لو هيغلطوا. فأنا عايز بس أفهم إن نموذج الحاج محمد هو قصة، وإن شاء الله يبقى في حاجة تانية أحسن من القصة الفترة الجاية تسمعوا عنها يعني. نموذج أنا مؤمن بيه جدًا وشايفه هو ده الأكثر شيوعًا، اللي باحاول أقول للناس إن شاء الله الحاج محمد ده راجل محترم. أنا الحاج محمد، أنا أول واحد كنت الحاج محمد. أنا معظم الbusiness في الأول ما اتعلمنا حتى مهما درست بتُقع في أخطاء. فأنا مؤمن جدًا بإن الحاج محمد ده راجل محترم وناجح واجتهد وبيتعلم. وأكتر صفة في الحاج محمد لازم يؤمن بيها إن هو يسمع النصيحة، ما ياخدهاش بإن أنا بانتقدك أو باقول عليك غلط. يا عم أنت أنجح واحد في الدنيا وأنت أكتر واحد نجحت، بس ممكن أقول لك جملة تنفعك، خدها بس المحمل ده يا حاج محمد وربنا يكرمك إن شاء الله. في مصطلح كده أنا باقوله دايمًا، الأيام الجاية مش بتاعتك. ده مؤشر ما يخضكش، بس أنا بادّيك نصيحة يعني بكرة تفتكر قيمتها. الأيام الجاية مش بتاعتك لو أنت مش ضابط تكلفة أي منتج أو أي خدمة في الbusiness بتاعك بالضبط. لو أنت مش حاطط هامش ربح يغطي لك مصروفات أنت عمرك ما اتعودت عليها قبل كده. أنت الأيام الجاية مش بتاعتك لو أنت مش متابع مثلًا هو إيه اللي بيحصل في الاستيراد والتصدير لو أنت شغال في المجال ده. لو أنت مش متابع تغيُّر أسعار تكلفة الأصناف على طول، فعندك قسم حسابات دايمًا بيراجع لك تكلفتك، هتكتشف إنك بتبيع وأنت خسران وأنت متخيل إنك بتكسب. الأيام الجاية مش بتاعتك لو أنت مش متابع يعني إيه أصلًا platform والسوشيال ميديا وإزاي يستفيد من الAI وإزاي يشتغل بيه. الأيام الجاية مش بتاعتك لو أنت مش متابع إن أنت عايز تجدد على طول عالم أفكار الناس اللي شغالة معاك، قبل ما كتير ما تغيّر عالم الأشياء. ودي جملة أنا باقولها دايمًا. لو أنت عندك شركة، لو أنت عندك محل، عندك مطعم، عندك كافيه، عندك أي حاجة، ما تجريش ورا كلام أنا عايز أجدد، أنا عايز أغيّر، إيه المطلوب أعمله. دايمًا غيّر دماغ الناس اللي شغالة، دايمًا شوف إيه المصادر اللي بتغيّر وعي الناس وتخلّيهم يفهموا أكتر. العميل اللي جاي الصغير اللي عنده 20 سنة و18 سنة اللي هتكسب منه خلال ال10، 20 سنة الجايين، هو بيفكّر إزاي. تبُص على مصروفات الحكومة ونظرتها للاستثمار والقطاع الخاص ماشي إزاي. لو أنت مش قادر تفهم الحاجات دي، الأيام الجاية مش بتاعتك. هتواجه مشاكل كبيرة جدًا، هتواجه تحديات كبيرة جدًا. عشان كده بنقول إن نموذج الحاج محمد ساعات من أحد كوارثه إنه بيقف عند نقطة معيّنة، بيقف عند نقطة إن أنا من 20 سنة كنت باكسب كده، من 10 سنين كنت باكسب كده، فأنا هاداني أكسب إزاي؟ زي ما كنت باكسب. وده عمره ما هيحصل الأيام الجاية، إن حجم الثغرات إيه؟ كبير جدًا. فعشان كده باقول لك ركّز، الثغرات دي سريعة جدًا، فلو أنت مش حاططها في حسبانك الأيام الجاية مش بتاعتك.